السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. في البداية ضروري ما نهنيو الجيش الملكي على العبور ديالو إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد مباراة كبيرة، مباراة رزينة أمام بيراميدز. قدر أنه يخطف بطاقة العبور من قلب القاهرة بعد أداء مثالي كما كيقولوا ما زاد من قص. استغل الفرص اللي جوه وكذلك حسن الدفاعات ديالو يعني بلا فلسفه زايده، عكس المباراه ديال الذهاب اللي صراحه المدرب يعني تفلسف فيها بواحد الشكل اللي كبير. باغتو بيراميدز بالهدف ديال التعادل، وكان ممكن بيراميدز انه يسجل الانتصار وصعب عليه الجيش الملكي مباراه ديال العوده. نقدر نقول بانه بالهدوء بالرزانه بالعوده ديال الحريمات الجيش الملكي يقدر انه يعبر للمباراة نصف النهائية. كنتمناو أن بعودة الجماهير وبعودة يعني الجيش الملكي يرجع للملعب ديالو مولاي عبد الله. بطبيعة الحال ما كرهناش نشوفوا 80,000 متفرج في المباراة نصف النهائية مع الطرف اللي بكل تأكيد كنتمناو يكون نهضة بركان باش يكون نصف نهائي خالص. علاش لا؟ يعني البطل من هؤلاء اللي غيفوز من هذه المقابله يتوج بدوري ابطال افريقيا، يعني علاش لا؟ دابا ندوزو لموضوع الحلقه. كندوي على غندوي على الاسس اللي اعتمدت عليهم لجنه الاستئناف باش يعني تصدر ذاك القرار اللي فاجئ الجميع. ما فاجئناش بكل صراحه غير حنا، فرد فاجئ العالم اجمع. لجنه الاستئناف كيف كنعرفوا جميع اعتمدت على جوج ديال البنود في اللائحه ديال القوانين ديالها، البند رقم 82 والبند رقم 84. نقدر نقول لك بانها اعتمدت على هاد جوج بنود باش تحيد اللقب من السنغال وتعطيه لينا. الامور تقريبا تحسمات في افريقيا. المباراه القادمه او لا الجوله القادمه غادي تكون جوله حاسمه في الطاس. شنو هما النقاط الايجابيه وشنو بكل تاكيد النقاط السلبيه؟ غادي نبداو بالنقاط السلبيه. النقاط السلبيه واللي متشائم منها بواحد الشكل اللي كبير انها كاين حالات بزاف اللجنه ديال يعني اللجان ديال الكاف كتصدر قرار ومني كيمشي المشتكى به او لا يعني المشتكي للطاس كيصدروا قرار اخر ومغاير. كاين بزاف ديال الامثله، ما بغيتش نبدا نديطاي ولا نبدا نعطي في الامثله. اللي كيهمنا حنا هو تقريبا جوج حالات، الحاله ديال الترجي والوداد، وكذلك ملي المكاس افريقيا ديال 2015 في التوقيت ديالو يعني بعد جائحه ديال الايبولا. تقريبا يعني الكاف كيصدر قرار وملي مشات الامور الى طاس تصدر قرار مختلف ومغاير. نتمنى ان هاد المره الامور تكون مختلفه والطاس تأيد بكل تاكيد الحكم ديال لجنه الاستئناف. دوينا على النقاط السلبيه كذلك بان اعتمدت على الماده مبهمه. الماده 82 ماده مبهمه. تقريبا هذا الفيلم كامل داير على كلمه واحده، يعني ديك الكلمه ديال الانسحاب، لانها ما موضحاش بتاتا. واش كيتقصد بالانسحاب هو ان الفريق يخرج وما يرجعش، او لا يخرج ويبقى شويه ويرجع؟ دابا الاختلاف كامل والصداع ويعني الخلاف العالمي داير على هاد الكلمه ديال الانسحاب. كاين اللي كيعتبروا انسحاب مادام انهم خرجوا من ارضيه الميدان وخارجوا، وكاين اللي كيعتبروا ماشي انسحاب بل اعتراض تقني على الحكم بدليل انهم رجعوا وكمل السير ديال المقابله. بصراحه الامر صعيب وشائك، وكيف كيقولوا شبكات ديال بصح. الطاس ما عرفش صراحه شنو يعني غتكون وجهه نظره ديالو او لا الرؤيه ديالو لهذا البند، لانه بكل تاكيد الطاس هي كتشوف فقط واش طبقوا البنود. يعني كاين واحد البند مصادق عليه جميع الاعضاء ديال جميع الاعضاء والاتحادات الافريقيه، واش طبقوا هذاك القانون، واش طبق ولا لا، دوك البنود واش طبقوا ولا لا.
كنظن او لا واش يعني واش الكاف لجأت لدوك البنود او لا. ولكن الصعوبه هذه المره في القراءه ديال الكلمه، لان علاش؟ لان من السلبيات ديال القانون ديال الطاس انه اولا القانون ديال الكاف انه ما مديطايش، يعني ما فيش تفاصيل. كلمه ديال الانسحاب ما مشروحاش وما فيهاش حتى شي تعليل وما واضحاش. كاين مثلا غير نعطيك مثلا القانون المصري الانسحاب كيربطوا بمده زمنيه ديال 15 دقيقه. هاد البند هذا ما فيش مده زمنيه، يعني تقدر تعتبروا انه الانسحاب شنو هو ان الفرقه تخرج وما ترجعش. هذا هو الانسحاب اللي بطبيعه الحال ما كينطبقش على السينغال. علاش؟ لان الاطوار ديال المقابله كملات. هذا الشيء بطبيعه الحال ما كيخدمش المصالح ديالنا في هذه القضيه. بكل تاكيد وبكل امانه نقدر نقول لك بان الامر 50-50. حتى واحد ما يقول لك 70، حتى واحد ما يقول لك 40، يعني 40%، حتى واحد ما يقول لك 30. الامر 50-50. كيف ما الطاس ممكن انه يسحب اللقب يعني لينا حنا اللي عطاتو لنا الكاف ويرجعوا للسينغال، ولا كذلك ممكن جدا انه يعتمد النتيجه ديال المباراه بفوز السينغال. الامر كيف قلت 50-50. القراءه ديالو والنظره ديالو لهذه الكلمه ديال الانسحاب هي اللي غتغير كل شيء. نتمنى انه يقراها كيف ما قراها اللجنه ديال الكاف. نتمنى انه يعتمد بكل تاكيد الفوز ديال المنتخب ديالنا بكاس افريقيا. هذا هو بطبيعه الحال تمني اكثر منه شي حاجه اخرى، اكثر يعني منه قراءه، لانني بكل صراحه متشائم بواحد الشكل اللي كبير. علاش؟ لان كيف قلت كاين حالات كثيره الكاف كتحكم بقرار والطاس كتحكم بقرار مختلف تماما. اللي خصنا نعرفوا ونكونوا متاكدين منه ان اولا القرار غيتعطل، القرار غيخرج يعني 100% بعد كاس العالم. غالب الظن غيكون في شهر شتنبر، غالب الظن. يعني القرار او لا المساله الثانيه هو ان الطاس ما كتامنش بالمشاعر، ما كتامنش بالعواطف، كتامن فقط بالقوانين. يعني الكلمه ديال الكولسه، الكلمه ديال التلاعب، الكلمه ديال النفوذ ما دخلاش هنا تماما. الطاس كتعامل فقط بالقوانين. هادشي اللي عندي في حلقه اليوم. شكرا والى لقاء قريب ان شاء الله.